اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل، صباح الياسمين، صباحكم هادي ونادي يا رب. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. روتين جديد، وروتيننا النهارده قوي جدا. هنخلص حاجات في المطبخ وهنجهز الغدا مع بعض. يعني النهارده روتيننا جامد جدا. لو بتشوفوني اول مره يشرفني طبعا اشتراككم في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله على القناه. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. يومي بنات بدأ بدري جدا، يعني بعد صلاة الفجر صليت الفجر وابتدى يومي. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم يا رب. المدارس بدأت، فلازم طبعا بنصحى بدري عشان نجهز بقى الأولاد عشان خاطر المدرسة. الساعة 6 الا ربع كده قومت بنوتي كده، يلا بقى قومي عشان تستعدي عشان خاطر المدرسة. طبعا يا بنات أنا بقومها الساعة 6 الا ربع، لأني لازم تبقى في المدرسة الساعة 7 الا 5، لأن الطابور عندهم بيوقف الساعة 7 و10. والمدرسة على فكرة مش بعيدة، المدرسة قصادي، يعني ظاهرة في أول الفيديو كده أنا واقفة كده في البلكونة قصادي على طول، يعني أصلا مش بعيدة. بس لازم الساعة 7 الا 5 تبقى في المدرسة عشان الطابور الساعة 7 و10. تمام. طبعا الوقت في الصبح بيبقى ضيق قوي، معاكي ساعه واحده عايزه تخلصي فيها 100 حاجه. عايزه تلبسي، عايزه تسرحي شعر، عايزه تحضري طبعا لانش بوكس، عايزه طبعا تحضري الشنطه، وهتاخدي لك ربع ساعه تتحايلي عليهم عشان خاطر يفطروا. المشكله ان هم اصلا مش بيفطروا طبعا، صاحيين الصبح بدري ومش عايزين اصلا ياكلوا حاجه. طبعا انا بعد محايله ربع ساعه في الاخر واكلالي ربع بسكوته. يا حبيبتي ما ينفعش كده، يا ماما لازم تاكلي حاجه على الصبح. لا لا لا، اصلا انا ماليش نفس. يا ماما حرام عليكي، كلي حاجة على الصبح. لا يا بنتي، البريك لسه الساعة 10 ونص، مستحيل. يعني حتى ان انت تقنعيهم ان هم ياكلوا حاجة على الصبح مش بيرضوا. ما علينا بنات. وصلتها كده يا بنات المدرسة، ورجعت كده وقلت ايه انام لي كده، يعني احاول اريح ساعة كده قبل ما اشوف ايه اللي ورايا. حطيت دماغي على المخدة بقى عشان خاطر انام، معرفتش انام من صوت المدرسة. طبعا صوت المدرسة عندي في الأوضة، المشكلة بقى الشباك بتاع الأوضة على المدرسة على طول، والمسافة قريبة جدا، يعني صوت الأولاد معاكي في الأوضة. فالمشكلة كمان إن هي مدرسة ابتدائي، يعني لو كانت إعدادي طبعا أنسات طبعا الصوت بيبقى أقل شوية. طبعا دول أولاد صغيرين فالصوت عالي جدا. المهم ما علينا، قلت بقى إيه، مش مشكلة بقى، مش مهم النوم بقى، أقوم بقى أشوف إيه اللي ورايا. بما إن يا بنات غدانا النهاردة محشي، والمحشي طبعا بياخد وقت، وبالذات طبعا لما بيبقى فيه كرنب. تمام. اي نعم هي الكرنبايه صغنونه كده وقمر، بس انا بحب اجيب الكرنبايه صغنونه ويبقى طعمها مسكر وزي العسل. المهم إيه، يعني في اختلاف بقى في السلقان. في ناس بتحب تسلق الكرنب كده، تشيل الورق الاخضر كده وتسلقها سليمه، وفي ناس كده زي حالاتي بحب كده ايه، اقطع ورقه ورقه كده واغسلها كويس وبعد كده اسلقها. انت بقى زي ما تحبي وزي ما انت متعوده في سلق الكرنب. تمام. هنا بقى الميه بتاعت سلق الكرنب لازم يا بنات نحط فيها ملح كويس عشان الكرنب ما يبقاش دلع. تمام. لازم الكرنب يبقى طعمه كده حي كده وطعمه زي العسل. بصوا يا بنات، في ناس كتير بتشتكي ان الكرنب لما باجي اسلقه بيبقى الورق مهري. اول حاجه يا بنات، اول 3 4 ورقات كده من الكرنب اللي انت هتسلقيهم، اول حاجه تنزليهم الميه وتطلعيهم، يعني ما ياخدوش دقيقتين وتطلعيهم، لان الميه طبعا بتبقى سخنه جدا. يعني بياخدوا اول حاجه كده في الحراره بتاعت الميه بتبقى عاليه جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه هيجي عليهم بقيه الكرنب، الكرنب طبعا هيبقى سخن، هيسخن على بعضه، هيستوي زياده. فعشان كده الكرنب بيتهري معاكي. الكرنب يعني الكرنب ما تسلقهوش سلقه كامله، لان لسه هيستوي مع الرز. فانا لو سلقته سلقه كامله، لما باجي الف الورق بتاع الكرنب خلاص كده اتهرى مع الرز، لان لسه تسويه الرز. فسيبي تركايه بسيطه كده في سلق الكرنب عشان لسه هيستوي مع الرز. المهم يا بنات خلصت بقى سلق الكرنب، وهبتدي بقى اسبك للكرنب. طبعا ابتديت هنا اقطع البصل بيه طبعا، ده ما ينفعش ان هو يتقال من غير ارقام. الكيلو ب 30 جنيه، فما ينفعش نقول عليه بصل كده حاف، لازم لقب قدامه. قطعت بقى البصل كده وحطيت عليه ايه، الزيت ورشه من الملح، واسيب البصلايه دي لحد ما تاخد لون دهبي بسيط. طبعا يا بنات انا ما بحبش اغمق البصله بتاعت المحشي او تسبيكه المحشي، مش بحب اغمق لها البصله خالص، بحب اخليها لون دهبي بسيط كده، بتخلي المحشي مسكر وزي العسل. نزلت بعصير الطماطم، وهبتدي انزل بملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، بابريكا، مكعب مرق. مكعب المرق تقدري تستبدليه بملح. هقلب طبعا كل التوابل وهسيبها على نار عاليه لحد ما تغلي كده، وهدي النار بعد كده واسيبها لحد ما تتسبك. هنا بقى ابتديت ان انا ايه اظبط بقى الكرنب، اشيل بقى الجزء اللي من فوق، وابتديت بقى ايه
الف كده ورقه الكرنب وابتدي ان انا اقطعها على حسب ما انت عايزه. الصباع الكرنب بيبقى قد ايه، عايزه كبير عايزاه صغير زي ما تحبي. تمام، انا كده ايه بحبه في المتوسط، يعني ولا كبير ولا صغير. شايفين يا بنات انا بقطع الكرنب كده، ولا مهري ولا مسلوق كمان زياده عن اللزوم، وكمان مش بيشد لانه مسلوق سلقه مظبوطه. في كام تركايه كده يا بنات لازم تمشي عليهم انت بتعملي كرنب، هتاكلي احلى طبق كرنب. في ناس كمان بتضيف مع ميه سلق الكرنب كمون. في اختيارات كتيره على حسب ما انت متعوده. وفي كمان مع التسبيكه بتاعت الكرنب في ناس بتضيف توم. انا ما بحبش التوم خالص، انا جربته مع التوم فما حبيتش طعمه. على حسب، في ناس حباه، على حسب يعني الاكل ده على حسب ما انت بتتعودي عليه. يعني انا متعوده طبعا مش بحط طبعا كمون، مش بحط توم، مش بحط. في ناس على حسب، على حسب التعود انت متعوده على ايه. لو انت صغيره متعوده ان انت بتاكلي الكرنب فيه توم، هتجبري برضو هتاكلي الكرنب فيه توم. على حسب، ده حاجه اسمها تعود. الاكل فيه اكل كتير بيبقى على حسب التعود اللي انت متعوده. ما علينا يا بنات، قربت خلاص كده اخلص تقطيع الكرنب. لما نيجي نقطع الكرنب يا بنات نخلي الجزء الاخضر لوحده والجزء الابيض لوحده، بحيث لما انت تيجي تحشي ورق الكرنب يبقى سهل معاكي، عارفه ده الاخضر وده الابيض. خلصت بقى الكرنب يا بنات وجيت هنا بقى بعمل البتنجان. طبعا انا هعمل محشي بتنجان وفلفل جنب الكرنب. غسلت طبعا البتنجان كويس، بس انا كنت مقوراه. بعمل تركايه كده في غسيل البتنجان، بتخلي البتنجان اول حاجه ما يشدش، وبتخليه لونه ابيض، وما بتخليهوش ان هو يبقى اسود. تمام، غسلته كويس. وبعد ما غسلته كويس نقعته في ميه، معلقتين صغيرين من الملح، 4 معالق من الخل، وبسيبه حوالي كده ايه ربع ساعه. هتحسي بقى البتنجان بعد الربع ساعه دي نزل ميه لونها اسود. تمام، زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. بعد بقى الربع ساعه بقوم غسلاه مره تانية وصفي طبعا الميه السوداء اللي نزلت منه دي. الميه السوداء دي بقى بتخليه لونه يبقى غامق، وبتخليه كمان يشد، وكمان بتخليه فيه بتنجان كده لما تيجي تاكليه بيبقى فيه مراره بسيطه. لا، حاولي بقى ان انت تعمليه بالخل بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك. تمام، هغسله مره تانية واغسله كويس طبعا مكان الخل ومكان الملح. اي نعم هو الملح ده، بس برضو ايه نغسله مره تانية كويس. كمان يا بنات هحشي مع الكرنب والبتنجان هحشي فلفل، مش هحشي فلفل كتير لان احنا اصلا ملناش الفلفل يعني. تمام، بس انا بحب احشي الفلفل مع البتنجان، بيخلي البتنجان طعمه حلو قوي. يعني الفلفل كده بيدي طعم للبتنجان جميل، وكمان بيديله ريحه حلوه. المهم كده بعد ما غسلته بحب انقع اي خضار او اي فاكهه في خل، لازم انقعهم في خل. وبعد كده ايه بغسلهم مره تانية كويس قوي، وهسيبهم كده على جنب لحد ما يصفوا الميه. عندي هنا بقى الصلصه او التسبيكه اتسبكت. هبتدي انزل هنا بالكمون زي ما قلت، طبعا مش بحب اضيف الكمون مع الصلصه هي بتتسبك. المهم كده تقليبه حلوه كده وظبطت الملح بتاعها، وهبتدي انزل بقى بالخضره. وبعد كده اقلب كله مع بعض. طبعا الخضره انا حاطه كزبره خضراء وحاطه شبت. تمام، قلبت كله مع بعض. بتحبي تضيفي بقدونس زي ما تحبي، انا مش بحب طعم البقدونس مع الكرنب، بحب اضيف كزبره وبحب اضيف شبت. تمام، بعد كده كنت غاسله طبعا الرز ومصفياه كويس، ونزلت كده بالرز. شايفين شكل الخلطه ازاي ما شاء الله تحفه، واللون بتاعها خطير. جبت بقى الحله اللي انا هلف فيها الكرنب، وفي قاع الحله بقى حطيت الورق الاخضر، وهبتدي بقى الف الكرنب، وهبتدي بقى الف بالورق الاخضر، يعني الف الورق الاخضر في قاع الحله من تحت. اول حاجه لما نيجي نحشي الكرنب او نلف الكرنب ما نزودش رز زياده عن اللزوم، لان الرز ده لسه هيستوي فهيزيد معاكي. فانت لو زودتي بقى الرز كتير في ورقه الكرنب، الرز بقى مش هيستوي معاكي. اهم حاجه بنات كمان انت بتلفي الكرنب كده اقفليه كويس، لان طبعا لسه هيغلي على النار. هتحطي الشوربه او هتحطي ميه ايا كان هتحطي هيغلي، هيبتدي بقى لو انت مش قافلاه كويس هيفك. تمام، هيفك بقى، الرز هيبقى في ناحيه وورق الكرنب هيبقى في ناحيه. تمام، فلا احنا نقفله كويس، حتى لو غلى زياده عن اللزوم مثلا الرز مش هيخرج منه ومش مش هيتفك. تمام، انا اعرف في ناس كتير مش بتحب تعمل محشي الكرنب عشان بياخد وقت، يعني تقولك مثلا اعمل اي محشي الا محشي الكرنب عشان بياخد وقت وتشتري جاهز. طب بدل ما انا اشتري جاهز ما انا اعمله، يعني اقسمه مثلا، اجهز الكرنب طبعا اسلقه واجهزه في يوم، واجي مثلا اسبك واحشي في يوم. يعني اهي بسيطه اهو، هو سهل والله، ما فيش حاجه صعبه في الاكل. كل حاجه كده بتيجي مع التكرار، يعني تكرري الحاجه كده هتحسيها سهله. ما علينا. عارفين اكتر حاجه هي متعبه في المحشي؟ يعني المواعين بتاعته. المحشي مش متعب ولا حاجه، هي المواعين بتاعته بقى بتبقى كتير قوي. المهم كده خلصت بقى الكرنب وخلصت اللهم صل على سيدنا محمد، خلصت المحشي بقى مكعب مرق هنا ومكعب مرق هنا، تقدري تستبدليه بملح.
وكمان هحط معلقتين زيت هنا ومعلقتين زيت هنا. معلقتين الزيت بيخلوا المحشي طبعا بعد ما يستوي يلمع، يبقى فيه لمعه كده رهيبه. بعد كده يا بنات هشغل النار على المحشي، وبعد كده هنزل بالشوربه او الميه الموجوده عندك طبعا مشي بيه. عندك شوربه تمام، ما عندكيش شوربه هتنزلي بميه. اهم حاجه ما تنزليش بميه او شوربه كتير، لان انا مش عايزه المحشي يعجن معايا، انا عايزاه يبقى مفلفل كده وطعمه زي العسل. تمام. نزلت كده بالشوربه على الكرنب، وبعد كده ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، نزلت على المحشي. بس اهم حاجه كده ايه، بعد ما خلصت كده وحطيت الشوربه على الكرنب، ههز هزه كده الحله بتاعت الكرنب، لان انا عايزه اضمن ان ايه الشوربه وصلت لاخر قاع الحله. تمام. وهخليه على نار عاليه الاول، بعد كده هدي النار لحد ما يتشرب. وده كان غدانا يا بنات، وده غدينا والحمد لله. شايفين شكل المحشي ازاي، والكرنب تحفه، شكلهم كده يفتح النفس. والفراخ طبعا انا دايما بحب اعملها مسلوقه، واحمرها بقى في معلقه سمنه ورشه ملح ورشه فلفل اسود زي العسل. الف حمد والف شكر ليك يا رب. اتغدينا والحمد لله. وده بقى شكل المواعين، شايفين شكل الحوض ازاي. حبيت بقى اوريكم شكل المواعين ازاي. انا قلت لكم المحشي طعمه حلو وكل حاجه، بس المواعين بتاعته كتير قوي. المهم كده فضيت الحوض تماما، وابتديت اخد جزء جزء من المواعين. ما بعرفش اغسل طبعا المواعين تكون الحوض مليان، يعني كده اغسل حبه حبه كده، واجيب بعد كده ايه بقيه المواعين اللي هي ايه باقيه. ما بحبش بقى الحوض يبقى مليان زياده عن اللزوم، ما بعرفش اغسل. تمام. وطبعا يا بنات لما بيبقى طبعا المواعين كتيره معانا وشغل المطبخ كتير قوي، استغفروا كتير، سبحوا كتير، صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام، وكل حاجه تهون. يعني كده طول ما انت كده شغاله في المطبخ استغفري وسبحي، كل حاجه هتحسيها سهله معاكي ومشيت بسرعه معاكي ومش هتاخد كمان وقت. تمام. بعد كده يا بنات، بعد ما خلصت غسيل المواعين طبعا البوتاجاز غسلته غسله كويسه جدا، وبعد كده جبت الفوطه بتاعت المطبخ ومسحته طبعا ايه مسحه كويسه جدا. طبعا بيفضل معاكي بيلمع وزي العسل زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما خلصت غسيل البوتاجاز، هاجي اهم حاجه كمان الرخامه. غسلت الرخامه كويس جدا. لازم الرخامه طبعا، النهارده كنت عامله محشي، طبعا الرخامه طبعا لازم تتغسل مكان طبعا تحضيرات المحشي بتاعت النهارده. غسلتها كويس برضو. وبعد كده جبت الفوطه طبعا ومسحتها كمان كويس جدا. بعد بقى ما خلصت الرخامه، جبت بقى الحاجات اللي هي بتفضل عندي كده على الرخامه على طول، لمحتها كويس جدا ورجعت كل حاجه مكانها. وده بقى كان نهايه الفيديو يا بنات. بتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.